بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي متابعي وزوار قناة تفسير الأحلام أبو عبد الله المصري، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تكونوا في أتم الصحة وفي أسعد حال، أدام الله عليكم الصحة والعافية بإذنه تعالى. أحبابي في الله، موضوعنا النهاردة موضوع طيب، موضوع جميل، وهو رؤية الجوافة في المنام للشاب الأعزب. عندما يرى الشاب في منامه أنه يقوم بأكل الجوافة، وكانت الجوافة سهلة في أكلها أو في ختمها، فيدل المنام على إيه؟ المنام هنا برؤية طيبة جدا بتدل على أن هذا الشاب سوف ينال خير ورزق وفير، وهذا الرزق سيكون رزق واسع ويأتي عن طريق ميسر. في خير ورزق قادم ليه وجاي عن طريق ميسر من الله سبحانه وتعالى، وهيكون الطريق سهل بإذن الله تعالى. وإذا رأى الشاب في المنام أن هناك امرأة جميلة تعطي هذا الشاب كوب عصير بالجوافة، الشاب شاف في المنام أن هناك امرأة أو فتاة جميلة بتقدم ليه كوب عصير جوافة في المنام، وهذا الشاب أخذ منها هذا الكوب وتناوله للنهاية، شربه كله. هنا المنام بيدل على إيه؟ المنام هنا بيدل على أن هذا الشاب سيقدم على الارتباط، هيقدم على إيه؟ الخطوبة أو الارتباط من فتاة، وهذه الفتاة التي سيقدم عليها ستصبح زوجة له عما قريب بأمر الله تعالى. عندما يرى الشاب الأعزب إن هناك فتاة أو امرأة، وهذه المرأة جميلة وتقدم له كوبا من العصير، عصير الجوافة، وهو أخذه منها تناوله كاملا، شربه كله، فالرؤيا بشرى بأن هذا الشاب سيقدم في الأيام القادمة على إيه؟ ارتباط، وهذا الارتباط سيكون من فتاة جميلة، وستصبح هذه الفتاة زوجة له بأمر الله تعالى. أما إذا قدم له كوب العصير ولم يتناوله، ما رضيش يشرب منه أو شرب منه كمية بسيطة مش كامل، تبقى منه ولو القليل، فالمنام بيدل على إيه؟ بيدل على أنه سوف يرتبط بخطوبة، وبعد هذه الخطوبة سيقوم هذا الشاب بفسخ تلك الخطوبة. يعني لو شاف ان هناك امرأة جميلة برضو او فتاة وقدمت لي كوب العصير، واخذوا منه وتناول منه بعض الشيء، وظل منه البعض الاخر في الكوب، ما تناولش الكوب كله، فالرؤية هنا بتعني ان هذا الشاب سيقدم على الخطوبة، لكنه بعد فترة سيقوم بفسخ تلك الخطوبة. أما لو تناول الكوب كاملا فالرؤية بشارة بإتمام الخطوبة وإتمام الزواج من هذه الفتاة التي سيقدم على خطوبتها بأمر الله تعالى. وهذا ما تعنيه رؤية الجوافة في منام الشاب الأعزب بأمر الله تعالى. وأخيرا أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.